امبارح تركيا دخلت في فئه جديده من الفئات بتاعه الانترنت، دخلت ان شبكات تركيا بقت 5G. وبناء عليه بقى بص الخبر ده بيقول لك ايه. عندنا 3 شركات هنا اساسيه للاتصالات، اول واحده تركي سيل، تركي تيليكوم، وفودافون. فبمناسبه ان هم دخلوا في ال5G، تركي سيل قررت ان هي تعمل لك ايه، تعمل لك 5 اضعاف الباقه بتاعتك لمده شهر. راحت جايه تركي تيليكوم تقول لك ايه، 50 جيجا بايت لمده شهر كامل. راحت جايه فودافون قالت لك ايه بقى، احنا هنعمل يوم كامل انليميتد، يعني ان انت تستخدم بقى الايه الانترنت بتاعك لمده يوم كامل من غير ما يحسبك في حاجه في الباقه. بالمناسبه الناس اللي كانت بتسالني على موضوع ان هم ممكن يشتغلوا هنا اونلاين في تركيا والانترنت كويس ولا لا، بصراحه للامانه وعن تجربه الانترنت هنا كويس بصراحه. يعني لما بتشغل حاجه على التلفزيون ما تلاقوش بيقطع، يعني كويس. بس بقى مشكلته هنا بقى ان هو ليميتد، يعني انتوا لما بتيجوا مثلا تشحنوا باقه ولا حاجه على الموبايل بتلاقي ان الباقه دي بتخلص للاسف. فين ايام امريكا وجمالها، كنت تديهم ال50 مش عارف $60 وتاخد انليميتد شهر كامل تفتح بيه كل حاجه. بس الانترنت المنزلي عادي انليميتد، يعني انت بتشغل في كل حاجه، مش فجاه مثلا ايه زي مثلا ما حصل في مصر كده لما لاحظت ان مش عارف فجاه يقول لك النت خلص لازم نشحن وحاجات كده يعني.